بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بكم. سهم كونتاكت فاينانشال. السهم ده من أول كده كان ماشي في قناة سعرية صاعدة. تمام. ماشي فيها فترة من الزمن. بعد كده عمل لها اختراق لأعلى، بعد كده راح نزل تاني في القناة السعرية واشتغل في القناة السعرية، وبعد كده راح نزل كسر القناة السعرية لتحت كسر كامل. يعني هنا كان يكسر كده بجزء من الشموع، بعد كده يطلع تاني، لكن المرة دي كسرنا بكسر كامل. تمام. طيب، فالوضع الحالي هو حاليا السهم بيعمل ارتداد، يعني السهم حاليا انا اعتقد كده ان في ارتداد. تمام. لكن ده ارتداد ومش هيكون صعود، يعني بنسبة كبيرة مش هيكون صعود، هيكون ارتداد بس. السهم يعني على فريم صغير، فتلاقي ان هو عامل صعود، عامل صعود عشان يعمل ارتداد يعني. تمام. فده فريم نص ساعة، فعملنا كده صعود من هنا، ونزلنا تصحيح للصعود اللي هو من هنا. الصعود ممكن كان هو كده ABC. تمام. وبعد كده نزلنا تصحيح، فده ارتداد. تمام. طيب، بعد كده المفروض احنا برضو هنكمل ارتداد، يعني طالما احنا نزلنا وحافظنا على اخر قاع، فكده نتوقع ان لسه في ارتداد تاني. المفروض ان هو يطلع كده شوية تاني ويعمل لك حتى ممكن على حدود الترند المكسور بتاع القناة السعرية، فده هيكون مكان بيع في السهم. تمام. آه، ممكن برضو نحسب له على نسب فيبوناتشي، يعمل هنا من الصعود اللي هو معمول صغير هنا ده، فنسبة 161 ده يعتبر مكان كويس للبيع، اللي هو هيكون معانا عند فين؟ عند 4.65، وهو برضو نفسه اللي هو الحد السفلي للقناة السعرية أو الترند المكسور. تمام. فأنا أعتقد كده، الله أعلم، إن 4.65 هيكون مكان بيع. لو طلع أكتر شوية برضو مكان بيع 4.70، فكل دي أماكن بيع في السهم. وبعد كده المفروض إن احنا كسرنا الترند الهابط، أو كسرنا الترند الصاعد بتاع القناة السعرية دي، فالمفروض إن احنا هيكون لسه عندنا هدف هابط، اللي هو نفس القناة السعرية دي كده تكون تحت. تمام. فالمفروض إن احنا عندنا هبوط تاني لسه في السهم، وممكن يوصلنا عند 92 أهو. يعني ده احتمال إن احنا نوصل عند 92، وده المنطقي في السهم ده، إن هو يوصل كده تاني عند 92. تمام. وده طبعا لو تشوف فريم أكبر شوية هتلاحظ الحكاية دي أكتر، يعني على فريم الشهري، فهو كان يعني هبطنا من هنا كده، هبطنا كده. تمام. وبعد كده عملنا ارتداد تاني، فيعني الشموع دي القمة دي، يعني القمة دي، فعملت سحب سيولة للقمة دي، فالمفروض ان هو المفروض ان هو ينزل تاني يكسر بقى القاع بتاع 3.78. تمام. يعني القمة دي عملت سحب سيولة للقمة دي، فلازم المفروض ان القمة دي تنزلك تاني تحت القاعدة اللي هو 3.78. وعندنا الهدف الهابط ده اللي ممكن يوصل له، اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو 92. فشراء السهم ده اعتقد كده هيكون بعد كسر 3.78. ممكن يرد من قبل الهدف الهابط، ممكن، الله اعلم، ولكن هو فيه كده يعني هدف هابط اللي هو بتاع القناة السعرية او هنا يعني. تمام. اعتقد كده، الله اعلم، ان السهم ممكن يزور المكان ده ويكسر القاع الاخير اللي هو 3.78 اهو، اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو القاعدة اهو، ان احنا لازم ننزل نكسر القاعدة. فاحنا هبطنا بالشكل ده، يعني ده كان اول ضلع هابط معانا. تمام. وبعد كده رحنا عملنا ارتداد، كل ده يعتبر ارتداد ده. بعد كده رحنا نزلنا تاني، عملنا يعني كل المكان ده المفروض ان هو كان معانا ارتداد، فالمفروض ان احنا لسه عندنا لسه هبوط تاني، ننزل نكسر قاع 3.78. شكرا.